السلام عليكم شبابنا الطيبة، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. فيما يخص البشرة السارة اللي اعلنت عنها هيئة الرعاية الاجتماعية، تعلن هيئة الحماية الاجتماعية عن توفر رعاية طبية مجانية للمستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية، حيث اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بناء على توجيه السيد وزير العمل انه تم توفير خدمات مراجعة اطباء مجانيين للمستفيدين من رواتب الرعاية الاجتماعية في بغداد من سكنة جانبي الكرخ والرصافة وفي مختلف الاختصاصات. وقال رئيس الهيئة أن السيد الوزير وجه أن تكون هناك خدمات طبية بالإضافة للخدمات التي تقدمها الهيئة، والخدمات الآن متوفرة بالاختصاصات التالية لسكن الجانب الرصافة: أسنان، جراحة عامة، أطفال، نسائية وتوليد، اختصاص كسور، استشارية جراحة الصدر، استشارية جراحة الصدر، استشارة القلب المفتوح، اختصاص الجهاز التنفسي، تشوهات القلب للأطفال، باطنية، جراحة عامة، جلدية حديث الولادة، ونسائية وتوليد. وأضاف أن الخدمة متوفرة بالاختصاصات التالية لسكن الجانب الكرخ: أطفال، مجاري بولية، قسطرة، جراحة بولية، باطنية وقلبية، نسائية وتوليد، أمراض القلب، أمراض الغدة الصماء والسكري، استشارة أمراض تنفسية، جملة عصبية، أورام السرطان، اختصاص وتخاطب. ودعا المستفيدين الراغبين بالعلاج إلى التواصل مع قسم الخدمات الاجتماعية في الهيئة لحالتهم إلى الأطباء حسب الاختصاصات المذكورة عليه عبر الاتصال على الرقم اللي واضح أمامكم ومن خلال أوقات الدوام الرسمي حصرا. وتؤكد الوزارة أن خدمات الاجتماعية لن تتوقف وسيتم الإعلان عن المزيد منها في الأيام المقبلة خدمة للشرائح المستفيدة من أبناء شعبنا الكريم. فهي يا شباب فيما يخص البشرى اللي أعلنت عنها هيئة الرعاية الاجتماعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.